على المستوى النفسي مش أي حد يعرف يفتح بيزنس أو يبقى فريلانسر، لأن العمل الحر محتاج طبيعة شخصية معينة. أيوة، بتكلم عن سمات الشخصية. تعال نتخيل كده إنك قررت فعلا تسيب الوظيفة وتشتغل فريلانسر في البيت، تعمل نفس الشغل اللي كنت بتعمله في الوظيفة لكن هتعمله في البيت. ساعتها أول حاجة هتلاحظها إن إنتاجيتك قل، مش بتشتغل بنفس الإيقاع ولا بنفس الكثافة اللي كنت بتشتغل بيها وانت موظف. لأول مرة تصحى من النوم ما تلاقيش حد واقف على دماغك، مفيش ديدلاين، مفيش مدير، مفيش زميل مستنيك تسلم التقرير بتاعك. والأول مرة الزمن بقى مرحرح، السرير جنبك، التلاجة آخر الطرقة، المسلسل اللي كنت عايز تشوفه هو مستنيك تخلص ال10 مواسم بتوعه. ولو مالكش مزاج على الشغل عادي، الدنيا ما طارتش، واللي ما يخلصش النهاردة يخلص بكرة أو بعده أو لما ربنا يسهل. في الحالة دي احتمال كبير جدا تفشل في العمل الحر، مش عشان ما عندكش المهارات المطلوبة، لكن لأسباب متعلقة بطبيعة شخصيتك.